سمي الله يا اساتذه. 3 2 1 اكشن. هموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده واحده بس واحده واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب مش بسم الله اخر مره ان شاء الله. هاديه بقى عشان هتموت. هنقلب بقى. انا بصي ولا لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. بس go around them. انت يا لينا بطلي يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا بحبكم قوي. لاف يو يا لينا. حلقة النهاردة حلقة من الحلقات اللي أنا مستنياها جدا، لأن ضيفتنا النهاردة فنانة كوميديانة ما يختلفش عليها اتنين، قدرت إن هي تسيب بصمة في وقت قصير جدا، دخلت قلوبنا كده بمنتهى السهولة. بس النهاردة إحنا هنشوفها كأم عشان نعرف أكتر عملت إيه في أول سنة أمومة. وعلى فكرة إحنا شفنا علاقتنا بابنها كتير جدا على السوشيال ميديا، وهو كمان مثل معاها في كذا حاجة. أعتقد عرفت النهاردة ضيفتي هي مين؟ رحمة أحمد. مستنية بقى أعرف هي كأم عملت إيه، ودايما كده ببقى حاسة الكوميديانات عندهم طريقة معينة في أي حكاية بيحكوها ليها علاقة بالأمومة. ازيك يا رحمة؟ عارفة ازاي؟ 3 2 1 فاهماني صح؟ فماكي موت. يعني ممكن نبدا من غير كام داون. مبسوطة قوي إن أنتي معانا انا مبسوطه اكتر قوي والله. ومتحمسة جدا، وبجد وأنا بقول الانترو دايما بقعد أقول إن أنا قعدت أقول قد إيه أنا عايزة أعرف قوي علاقتك بأستاذ صاصا خلف بقى اللي إحنا عارفينه، لأن متأكدة إن فيه بلاوي سود. بلاوي سودا. هي ده حقيقي. وبعدين انتي كوميديانة قوية جدا واعتقد ما يختلفش عليكي اتنين، بس الأمومة ليها كوميديا من نوع لوحدها. خاص. ايوه. احكي لي بقى أول ما أستاذ صاصا شرف. والله صاصا ده انا بشوف ان مصطفى ابني ده شريك في الحياه، يعني في الحياه وفي المشوار وفي كل على جميع الاصعده. يعني انا بحس دايما ان مصطفى وشه حلو عليا ما شاء الله. بصراحه من ساعه لما جه، فانا بحبه ان هو معايا مشاركني تفاصيل الحياه، وبحبه كابن برضه. فاهمة. فانا بشوف ان هو شخص مسلي، بس هو شقي قوي، فساعات بقى صوتنا بيوصل للجيران كلنا. انتي أم عصبية؟ انا الاول كنت ام عصبيه قوي، دلوقتي لا نزلت اكتر من النص كمان. طب تعالي نرجع بقى لوقت الولادة اه وأول ما ولدتي وشفتيه. يعني دايما الناس مهما بتقعد تتكلم عن اللحظة دي بالظبط، غير التجربه نفسها خالص. ده حقيقي. احكي لي، انت مثلا ولدتي سي سكشن ولا طبيعي؟ لا ولدت سي سكشن. أنا كمان. ودخلت العاشر. لا دخلت العاشر. اوكي. مصطفى كان لازم كان مش كان هيدي مش طايق. وكان نفسي قوي 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 للطبيعي، وقعدت بقى اعمل كل التمارين اللي بتساعد على يا الولاده سلام. عملت كل الحاجات. تعرف انا عكسك، انا كنت بدعي ان يا رب اختار لي ان انا اولد سي سكشن وعدت. عشان ما تختبريش الطلق كنت والحاجات خايفه دي. جدا وعدت لا على خير. انا جالي طلق ها وولدت سي سكشن في الاخر. كنت طيب زعلانه قوي. لما شفتيه عملتي ايه؟ انا فاكرة؟ كان دايما عندي تخيل وانا حامل ان انا اللحظه ان انا اول لما اوله اول مره هشوفه، وقعدت اكون شكل في راسي ليه. طبعا كل حاجه غير اللي اتخيل. طبعا ألم دم ألم رهيب. ألم رهيب. طلق فظيع. انا فاكره ان انا اول ما شفته اتخضيت وقعدت اعيط قوي من الخضه. هو مشكله اصلا بيبقى مخيف جدا. ايوه قوي. صح. عشان منفوخ قوي، وش البيبي وهو لسه مولود بيبقى منفوخ قوي. صح. وبعدين جالي اول هاجس جه في دماغي، يعني ان تخيلي هذا الكائن يعتمد عليكي اعتماد كلي لابسه طول في عمري. في كل شيء. فاتخضيت ايه ده، يعني انا ما ينفعش، يعني ممكن ينفعش اديه لحد شويه. لا انا اصلا مفيش. ساعات بقعد افكر اقوم قايله لمحمد اقول له هو انا مسؤوله ان انا اقعد اكله، يعني بس هو بند الاكل لحد فاهمه الاكل، سيبك بقى من اي حاجه تانية. ايوه فلا ان الموضوع هو بيبقى لما ايوه فعلا اول حاجه جت في راسي ان هو ايه ده لما يعيط ده لازم يبقى عايز ياكل، فعايز يرضى، فانا انا مصدر الاكل الوحيد. يا كل حاجة. لهوي. يا لهوي. كنت مخضوضه جدا.
اول اسبوع بعد الولاده اه لو هيبقى فيلم، هيبقى كوميدي ولا اكشن ولا رومانسي؟ لا مش مصطفى دخل الحضانة بعد ها ما ولدته بأسبوع، اوكي ودي كان من أسوأ الذكريات اللي في حياتي. اوكي احكي لي بقى حصل ايه. هو الصفرة عليت عنده، فقالوا ده لازم يدخل الحضانة، وأنا ده كان بالنسبة لي شوك بنت ده بعد لذينة. اسبوع كامل. يعني كان كويس، اه لأ مصطفى كان مولود كويس، اوكي وبعدين الصفرة عليت عنده، فاتخضيت أوي، أوي لمّا خدوه دخلوه حضانة، طبعا وقعدت يوم تقريبًا أو يومين ما اشوفهوش، فأنا جالي في مخي كده اللي هو أنا كنت باحلم، هو أنا أصلًا كنت حامل وولدت وكده، هو ليه مش ابتديت موجود تستوعبي جنبي؟ بقى شويه. ابتديت أستوعب إنه إيه ده، لأ ده هو فين فأنا فاكرة كويس أوي أنا ما كنتش لسه خفيت من الC section ونزلت من ورا كل الناس عشان أروح أجيبه من الحضانة. يا سلام. يعني كنت مخضوضة أوي إن هو مش موجود، فأنا ما ليش دعوة بقى هو عنده الصفرا، عنده برد، أنا عايزاه جنبي دلوقتي حالًا. الفتره دي الام بتكون قلقانه جدًا إمم، صح؟ كنتِ إمم. بتهدي نفسك ازاي؟ كنت باهدّي نفسي إزاي، أنا كنت حد قلوق أوي، أنا over أصلًا، يعني أنا لحد باقلق. دلوقتي؟ لأ دلوقتي بقيت أهدى، لأ ده أنا دلوقتي بقيت باعرف أهدّي نفسي، لأ إن شاء الله هيبقى تمام، لأ نحاول بس الأول نعمل الحاجات الbasic وبعدين نقلق. اه إنما أنا الأول كنت باقلق من اللي أقل حاجة. هو مثلًا أنا كنت فاكرة مثلًا فريد لمّا اتولد كنت كل شوية أحط إيدي جنب مناخيره أيوه، أيوه بتنفّس بيتنفس، ولا ده كل الأمهات كده، صح؟ كنت كل فاكرة إن أنا الأمهات اللي كده، مهووسة. لأ كل الأمهات كده، إمم. أي new born كده جنبِك، أنت بتتنفّس، أنت ليه مش بتعمل صوت فتهزّيه فيصحى، يا لهوي يا ريتني ما يا كان ريتني ما قلقت. بيتشكل. ساعات يبقى قاعد مثلًا نايم أقول لمحمد أنا حاسة إن مناخيره مدفوسة في السرير، يقول لي: "يا بنتي خلاص قاعدين ده عنده سَنة مدفوسة إيه ما هيتقلب." أيوه، لأ، 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 ما بيتنفسش أنا هاروح. أيوه، أيوه بتفضلي من قلقانة. بس إمم، الموضوع هدي عندِك. كتير طبعًا. طب احكي لي بقى بعد ما أخدتيه من المستشفى إمم. ورجعتِ بقى البيت بيه. أول لمّا رجعت بيه البيت، أنا كنت مخضوضة باقول لِك أنا كنت تعبانة أوي، أوي من الولادة. هو C section آه، ضربة. وأنا يعني جسديًا مش باتحمّل العمليات أوي، فكنت تعبانة جدًا، وجات لي حُمّى ساعتها بسبب العملية يا دي. سلام! تعبت جدًا يعني كان الrecovery بتاعِك كان صعب. أوي الrecovery بتاعي كان صعب أوي، 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 وكنت بارضّع طبيعي، لأ، تخيّلي بقى؟ ده أنا قُلت هتقولي بعد أمّا أنتِ إيه خالص، ده! كنت بارضّع طبيعي لحد ما اتفطم، ما شاء يعني الله برافو عليكِ أوي. وكنت مصممة إنه أنا أرضّع طبيعي، وإن لأ ما اعتمدش اعتماد كلّي على اللبن الصناعي وكده، وبعدين جالي الكبير فنزلت بيه بقى لأ كانت كنتِ بتاخديه معاكِ؟ حياة. أيوه لأ كنت رحمة، لسه والدة مصطفى، أنتِ إيه الشطارة دي؟ ده تحديات رهيبة، لأ طب كمّلي، كمّلي. ولأ نزلت بيه التصوير، وكان شيء مُتعب طبعًا جدًا، هي أصلًا الولادة الحمل والولادة والرحلة والرضاعة كمان، الرضاعة ده أصلًا ده section لوحده صعبة. كده، ده حاجة صعبة أوي، و وإن أنا أنزل بيه شغل كمان وهو لسه طبعًا، مولود. كان عنده قد إيه ساعتها؟ كان مصطفى إحنا كنا عدّينا 40 يوم، كان عنده شهور يا حبيب أعتقد. قلبي، لأ بس عدّينا تحفة. لأ كان عنده شهور. أصلًا هتلاقي الحاجات دي قدّام فرقت أوي في شخصيته. جدًا. ع يعني مصطفى بيدخل الlocation كإنه خلاص يعني منتج إيه يا جماعة فين منتج الكاميرا؟ العمل. أنا قعدوني على الmonitor أنا. أنا باشوف إن من أصعب الحاجات اللي في الخلفة قصة النوم، إن إمم، ما أعرفش إحنا كأمهات بنكون مش فاهمين المفروض نعمل ده إزاي، أيوه. وفجأة بتحسي إن يا لهوي أنا كنت بانام أنا ليه مش وبقيت ما أنامش. وبالذات لو بتحبي النوم أوي. أنتِ بتحبي النوم؟ أوف، أنا مش كده خالص، أنا بس بقيت باحب النوم باحبه، جدًا. بقيت كلبة نوم. أقسم بالله بتعوّضي كنت زمان معروفة في صحابي بجد دي الزومبي بتاعتنا، آه. دلوقتي فريد نايم هتلاقيني أيوه، أيوه، أيوه. مقتولة جنبه. النوم طبعًا احكي لي ده عملتِ إيه بقى في قصة النوم دي؟ كنت تعبانة ذهنيًا جدًا، مُخّي لإن أنا أصلًا حد بينام بدري وبيصحى بدري. يا سلام! فتخيّلي بقى أنا طبيعتي كده وجسمي بيتحمّل إن أنا أنام بدري وأصحى بدري، أي خلل بقى في هذه المنظومة مُخّي بيسيح، أفضل وفضلتِ فيها بانام. قد إيه؟ ده أول سَنة. صح، بتهرّجي! صح، أول سَنة صح. جحيم يعني في موضوع النوم ده، بالذات لو شغّالة، لو نزلتِ شغلِك،
فمحتاجة تعملي وحفظ شغلك اصلا كله حفظ وتركيز محتاجة واداء. طبعًا. يعني أنا أصلًا حاسة إن في حاجات كتير أوي مش فاكراها انت عارفه انا مش فاكراها في السنة دي. هو ده طبيعي بقى ليه علاقه بحاجه بيقولك مش عارف ماميز برين حاجه كده ان تقريبا حاجه بتحصل لنا. إن أنتِ بتفقدي التركيز في أول سنة من قلة النوم على فكرة، من في قلة مركزه في النوم. تفاصيل كتير. أنا فعلًا أول سنة بتاعة مصطفى دي مش فاكرة حياتي فيها، مع إن أنا حققت فيها حاجات، بس مش فاكرة تفاصيلها من كتر ما أنا ما كنتش بانام كويس. طب فاكره كوارث حصلت معايا مثلا عملتي حاجه غلط اكلتيه آه، حاجه ايه احكي لي بقى والنبي. آه. بعشق القصص لا دي بعشقها لا دي قصص مرعبة بعشقها. جدًا. مصطفى مرة شرب حاجة غلط. شرب حاجه غلط. شرب حاجة غلط. عارفه شايفه شاهد رحمه احمد. ده كان لمّا ابتدى يمشي، بييجي لهم زي جنون جنون البقر. جنون. هيقعدوا يشدوا الحاجات من كل حتة، وكنت واقفة في الحمام وهو واقف جنبي. ماشي. أنا شخص care أوي، أوي على العيال الصغيرة، وبابقى واخدة بالي من التفاصيل، وأنا فاكرة إن مصطفى لمّا ابتدى يزحف وبتاع، قُمت شِلت كل كله طبعا. الكريستالات وكل الحاجات اللي بتتكسر عشان خاطر ما يحصلوش حاجة. فأنا حد دقيق أوي. الضربه جات لك منين بقى؟ تخيّلي منين؟ منين ده؟ كانت البنت اللي عندي بتنضّف، مشيت اليوم ده وسابت الحاجات بتاعة التنضيف ما شالتهاش في اللوكر، تحفه. وأنا واقفة في الحمام باغسل إيدي وهو جنبي. فجاه لقيته فهو بيعمل لي كده مامي، بيعمل لي كده، وعمّال ما كانش بيتكلم كويس كمان، فعمّال يعمل لي كده على بُقُّه، فأنا مش عارفة إيه على بُقُّه، بابُص كده في الأرض لقيته لقيت إزازة حاجة زي الsulfuric acid يا كده في نهار الأرض. اسود آه، عليا. ده كان كارثة. وعملتي ايه؟ أنا حافية في في المستشفى طبعا. المستشفى. وقالوا لك ايه بقى؟ المستشفى ما رضيتش تقبله. ايه ده؟ قالوا لي لازم تروحي بيه مركز السموم وبتاع. ده حوار. ده حوار ورحتي كبير، بيه؟ ورُحت بيه مركز السموم، حوّلوني على مستشفى الدمرداش، ومستشفى الدمرداش عملوا له بقى كل الحاجات وكده، واتأكدنا يعني والله الحمد الامهات لله دول الحاجات ما غلابه. تعدّتش المريء. اه بس حافية، أنا كنت حافية يا يعني أنا لهوي لا الكام رعب ساعة رعب دول رعب. حافية ومش عارفة أعمل إيه وباعيّط لأ، صدمة، مهما صدمة. تاخدي بالك برضو ليهم أيوه، ما فيش. ليهم طرق. وأنا باconsider myself إن أنا باركّز كارم. أوي، ايوه ايوه باركّز أوي يعني وأوفر، الست أوفر ايوه يعني. ايوه. والواحد بيبقى خايف قوي ياخدوا حاجه. انت عارفه احنا آه. في رمضان طبعا فريد دلوقتي في المرحله بتاعت اللي هي بيمشي وعايز ينتحر آه. كل 5 دقايق. ففجاه ببص بقول لمحمد ايه اللي في بقه حاطط تمره بالبذره وأنا في بقه. أنا عايزة أبلعها بس. فانا اقسم بالله قلبي وقف لان لا 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 هم ده كمان دماغهم. غير الحاجات بقى بتاعة اللعب الصغيرة، لو اتفكِّت لعبة فأنتِ هيبلعها، لأ ده حوار. طب حصل معاكي كوارث تانية فاكراها في اول سنه لأ أنا او دي عامه في طفولته يعني؟ أنا دي كانت أكتر حاجة يعني بتخضني. أنا بس باحب الفترة بتاعة الpotty training. فتره هبله. الفترة بتاعة الpotty training دي كلّها كوميديا احكي بالنسبة لي لي. احكي لي بحب الحاجات دي. بُصّي، أنا قبل ما أعمل potty training جِبت كتاب كده هو عبارة عن 30 صفحة، وكان اسمه 3 days potty training حاجة كده. ده الملخص بتاعه يعني، وعلى فكرة ده كتاب جامد جدًا، هبقى اخده منك. ده كتاب أنا بارشّحه لكل الناس يعني. ماشي. مصطفى قلع الpampers في 3 أيام بجد. بسبب الكتاب ده، بس ماشي. هتمشي هتموتي نفسك. على القوانين دي. ماشي. هتقعدي معسكر في البيت ما بتخرجيش، وفي أوضة، يعني في الأوضة كيلوتات بتتقطع بقى والحاجات الهبله دي. وشايلة السجاد. أنا كنت شايلة السجاد، وبيبي بقى في كل حتة بقى مروّق علينا جامد. والله العظيم حاجة يعني أكتر فترة مقرفة في حياتي، وقرفانة موت، مع إني أنا كنت باغيّر له، بس لأ الموضوع بس قلع برّه بعد كده وكانت الدنيا سهله. 3 أيام. فاكره شلتي له الدايبر امتى وهو عنده قد ايه؟ كان عنده سنتين وحاجة. اعتقد لازم السن ده عشان يكون سنتين، بيتكلم أعتقد سنتين و4 شهور، يعرف سنتين يعبر ونُص. وكده. آه. دايما بحس الناس بتبين الامومه بطريقه بس الحقيقه بتكون اصعب شويه. ايه آه. اكتر حاجه كانت صعبه قوي انت كنت متخيلها سهله؟ حاجة صعبة أوي، والله الأمومة كلّها صعبة لينا، والله العظيم، يعني مش بنختار صدّقيني. مفيش لأ صعبة. حاجه معينه. يعني انا التربية مثلا صعبة أوي. كنت فاكره قبل ما اولد
كنت فاكرة الرضاعة دي حاجة وطلعت حاجة تانية خالص، يعني دي أكبر ألم أخدته على وشي، لإن أنا كان دايمًا تصوُّري عن الرضاعة إن بجد bonding وحاجة، اكتشفت إنها ده bonding من ناحية تانية. ألم، أقسم بالله. أيوه، وبعدين أيوه. أنا فريد عنده حاجة اسمها اللي هو الtongue tie اللسان المربوط ده، يا فأصعب روحي. أوي عليه، طبعًا. فأخدت الألم ألمين، اللي هو أيوه. عارفة إن المرحلة دي لمّا بتعدّي بتكون أسهل، بس لأ، لأ، بس في الأول أنا برضه كنت تعبانة جدًا في الرضاعة في مستحيل، الأول. صعب أوي، طبعًا، طبعًا، صح؟ وبتتعوري جامد وبتتعبي جامد، لأ طبعًا. بتقولي التربية بقى، التربية صعبة. ليه؟ علشان بتكتشفي مع الوقت إن أنتِ بتربّي نَفْسِك معاه. اتغيّرتِ بعد الأمومة؟ إيه أكتر حاجة اتغيّرت فيكِ؟ وstill باتعلّم حاجات، بقيت أهدى. أنا شخص عصبي. آه، شخص عصبي وبيحب الحاجات يتم إنجازها بامشي بplans وبتاع، فلمّا حاجة بتخرج out of control باتخض، فبابقى عصبية. الأمومة علّمتني إن أنا أبقى flexible جدًا. صح، عشان مهما بترتّبي بتحصل حاجة تانية بتحصل خالص. حاجات، بالذات وأنتِ خارجة حتى ده من أبسط التفاصيل، وأنتِ حتى خارجة مع ابنِك مودياه kids area مثلًا يلعب، بيحصل حاجة، بيحصل مش عارف إيه. طبعًا تسريب، ترجيع، بعد كده فجأة كل وقّع الحاجات حاجة. و30 طقم ماشية بيه لأ الدنيا صعبة يعني. في بقى نوعية من الناس الواحد بيتعرّض لهم، خاصةً لمّا بيكون لسه مش فاهم، آه. اللي هُم بقى بينظّروا ويقعدوا يقولوا لِك أنتِ بتعملي غلط آه. وبتعملي صح. بشخصيتِك بقى كنتِ بتعملي إيه؟ لأ أنا حد رخم جدًا. بتهزّقي ها؟ ده أنا حد رخم جدًا. ها، عادي ممكن أقول direct في الوش ما لكيش دعوة. ما لأ، لكش دعوة. طب فاكرة نصيحة أنا أم معيّنة؟ فاشلة يعني. خلّيكِ في حالِك. خلّيكِ في حالِك. لأ أنا خدت نصايح كتير أوي، أوي في الpotty إيه؟ training. أنتِ أنا الpotty training أعمل لِك أنتِ؟ أيوه، لإن بصراحة أنا حاجة صعبة أنا أوي بصراحة. فخورة جدًا، جدًا صح، بنفسي إن طبعًا. أنا عملت أنا لوحدي من غير ما أعتمد على حد الpotty training ده. وهو حاجة صعبة جدًا، صعبة أوي، مرحلة جدًا. صعبة أوي. فاكرة نصيحة معيّنة اتقالت لِك غير في الpotty training؟ والله لأ، معظم الحاجات يعني يعني معظم لأ مش عارفة يعني مش فاكرة أوي حاجة. طب باقول لِك إيه، قابلتِ النوع بتاع اللي هو ما تنزّليهوش على السوشيال ميديا عشان قابلتِ الناس دي؟ بس أنا يعني ما كنتش يعني برضه ما كانش حاجة شاغلة بالي. ما بتركّزيش معاهم. آه. آه. بس مثلًا لمّا خدته 80 باكو كان في ناس كتير أوي بتقول لي ما بلاش يطلع معاكِ في المسلسل وفي التمثيل وبتاع. صوص على التتر. فده cut مع الطفل المُعجزة. أنا باحب أوي الحاجات دي، بوم. باحب أوي الحاجات دي. في حاجات كتير ما بتبانش قدّام الكاميرا في الأمومة بالذات، إمتى حسّيتِ إن أنا مش قادرة؟ كان بييجي عليَّ أوقات باعيط لوحدي في الأوضة. إمتى الفترة دي كنتِ بتعملي إيه؟ لمّا يسألني سؤال أنا مش عارفة أجاوبه. عنده أنواع أسئلة كده؟ طبعًا. زي إيه؟ أنا ال حاسة إن هو شخصية أوي عامةً، صح؟ مصطفى وبيحب يفكّر كده في الحاجات ويسأل وبتاع. مش فاكرة أوي سؤال يعني في أسئلة ما ينفعش أقولها. actually يعني. بس هو بيقعد يسألني أسئلة أنا ساعات ما باعرفش أرُد عليها، وباقعد أنا أفكّر فيها. أسئلة دينية مثلًا فاهمة. دي أكتر حاجة بتشغِل باله، ليه كذا، ليه يعني الحاجات دي باقعد أدوّر عليها عشان أعرف ألاقي إجابة كويسة. فأنتِ بتحسبي الكلمة وهي طالعة من بُقِّك. مين أكتر حد بيساعدك؟ بُصّي كل مرحلة كان ليها حد بيساعدني فيها. مصطفى أول ما اتولد كان جدته مامة باباه كانت بتساعدني جدًا. ماما دلوقتي لمّا مصطفى عشان أنا أمي سِت قليطة أوي. ساعات تقول لي: "لمّا يبتدي يمشي ويدخل التويليت أنا هابقى معاكِ." صحابِك، كان آه. عندِك فترة اللي هو تسألي حد كده؟ لأ كنت باسأل الدكتور أو باقرا كُتب. إمم، يعني أنا شكلِك هذا بتحبي النوع. الكتب. يعني متعوّدة شوية. أنا مش باعرف خالص، أنا ChatGPT وبيوديني في داهية، والله ChatGPT مهم. بس أنا باسأله دلوقتي على حاجات لمصطفى يعني. وبيفيد. بيفيد جدًا. إيه الموقف اللي حصل بينِك وبين مصطفى ما تنساهوش ضحّكِك لحد أمّا كنتِ مش قادرة؟ طيب هاقول لِك حاجة. لسه حاصلة من كام يوم ضحّكني أوي، أوي. كنت باصلّي، فمصطفى بيشوف إن ده حاجة لازم يشاركني فيها يعني. فبيقول لي: "يا مامي أنا هاجي أصلّي معاكِ." قُلت له: "طب يالّا." أنا شخص قصير أوي. فكنت لابسة فكنت لابسة الإسدال وبعدين سجدت، فباقوم بقى.
خلّصت الركعة فباقوم، فبعدين هو أنا شايفاه في المراية، فهو اتلخبط، هو كان بيسجد معايا، هو أصلًا بيسجد مش بيسجد عادي زينا، بينام؟ بينام على بطنه وبيقعد يقول سيو، 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 سيو يقعد يعمل مهما أنا قُلت بصوت عالي، مهما علّمته الصلاة، مهما قعدت حفّظته قرآن سيو، 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 طب ما تنام على بطنك سيو، 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 إيه اللي سيو، سيو، سيو؟ فبعدين وأنا ساجدة قُمت فوقفت بقى عشان أبدأ الركعة التانية، فلقيته اتلخبط كده، وبعدين بَص لي كده، وبعدين لقيته بيقول لي: "هو أنتِ واقفة والّا قاعدة؟" وبيسأل بجد والله العظيم بيسأل بجد بيقول لي: عشان "هو مش أنتِ كده شايف هو أنتِ كده بيبُص لي كده مش شايف ركبي عشان الإسدال حتة واحدة فمش شايف ركبي وعمال يقول لي: "هو أنتِ كده تحت والّا فوق والّا يا أعمل إيه يا حبيبي، مامي أنا يا دلوقتي؟" حبيبي. فلأ ضحّكني أوي يعني، أنا خرجتِ من ضحكت الصلاة طبعًا ما طبعًا، فيهاش. قعدت الصلاة طبعًا ضحكت جدًا هو أنتِ كده واقفة والّا قاعدة؟ يا أعمل حبيبي. إيه يا مامي باتعصب بجد عايز يقلدِك ومش عارف. أنا عايزة أصلّي معاكِ بس مش عارفة، ضحّكني أوي أيوه. إيه الموقف اللي حصل خلّاكِ تحسّي إن أنا بجد مش لقب وخلاص؟ صادف كده إن مصطفى تاه منّي لأ. وإحنا بس جوّه الcompound آه. كان بيلعب بالسكوتر بتاعه مع حد من الجيران وتاه، فما تاهش بعيد يعني. بس برضه الفكرة نفسها حتى لو غاب في عن البيت عيني غاب عن بالضبط. عيني دقايق. هي بس الأمهات بتكبّر طبعًا الموضوع في دماغها، بس هي طبعًا أنا كل السيناريوز دي جات في بالي الوحشة ولأ وهاعمل إيه لو حصل كذا أو طبعًا. كده، فغاب عني فترة وأخدت العربية بتاعتي وبقيت ألِف بقى وبلّغت الأمن توتر طبعًا. عملت كل الحاجات، بس أنا كنت سبحان الله كنت هادية جدًا، عمّالة أطمّن قلبي كده وأقول يا رب يعني ربنا إن شاء الله هيحفظه، مش هيحصل له حاجة، إن شاء الله هيبعد عن العربيات، إن شاء الله مش هيحصل له أي حاجة، هتلاقيه كان قاعد مثلًا و بيلعب. وهو بيلعب، وأنا باثق في دماغ مصطفى ابني شوية، هو بيعرف يعلّم الحاجات، فكنت عارفة إن آه. هو هيعرف يقول لهم عنواني، يقول لهم رقم تليفوني، يعني عارفة إن هو هيعرف يعمل الحاجات دي. عملتِ إيه لمّا شُفتيه بقى؟ لمّا شُفته أول كلمة جات على لساني أولًا هو كان بيعيّط أوي، فبعدين فحضنته بقى أوي فبيقول لي: "يا مامي أنا كنت باعيّط وأنتِ مش هنا." فأنا غصب عني أول كلمة قُلتها له قُلت له: "هو أنت بتعيّط ليه؟" بصوت عالي، قُلت له: "أنت بتعيّط ليه؟ مش أنت عارف إن مامي هتيجي؟" أنا فعلًا ما أعرفش جايبة منين الثقة إن أنا هاجي أو إن هو بعد ما تاه هيرجع، بس دي أول جملة جات في إن بالي. كده، كده هتلاقيه. أنت كده عارف إن مامي هتيجي ومامي يا هتلاقيك، حبيبي بقى. فما ما تعيّطش، أنت تبقى قاعد وواثق إن مهما تُهت، مهما رُحت بعيد، مهما مش عارف إيه، أنت عارف إن ماما هتلاقيك، فأنت بتعيّط ليه؟ حسيتِ كده. ساعتها إن في حاجة اتغيّرت في علاقتكم؟ إيه طبعًا بقى؟ ثقة، آه. ثقة رهيبة، خلاص مصطفى عارف إن ماما لمّا بتقول الكلمة هي بتعملها، فاهمة. فاهمة؟ حلو أوي. يعني ماما مثلًا لو نزلت الشغل وهو مثلًا في البيت ميعاد نومه مثلًا الساعة 09:00 أنا مثلًا هارجع الساعة 10:00 أقول له: "أنا الساعة 10:00 هابقى في البيت وهابقى هادخل أبوسك وأنت باعمل كل الحاجات دي، مع إن هو نايم مش حاسس. بس عشان هو يبقى عارف إن كلامكم آه، وعدتيه بحاجة خلاص خلاص. دي حاجة مش بتتغيّر. أوكي. فأنا فاكرة أوي لمّا أول ما شُفته أدركت بقى ساعتها وأنا باحكي لأهلي بقى ده حصل كذا، ولقيت نفسي باقول له كده، اللي هو إيه ده؟ ده أنا جامدة، وهو ده أنا بجد. وهو بَص لي بصّة اللي هو أيوه فعلًا، طب ما هي مامي لمّا بتقول حاجة بتعملها، فأنا باعيط ليه؟ فهدي، سكت يعني تحفة. فاهمة؟ فكانت لذيذة أوي. وغيّرت حاجات فيكِ. إيه إمم. الحاجات اللي بتربّي مصطفى عليها؟ يعني أكتر حاجات عايزاه يطلع بيعملها؟ بُصّي، أنا في حاجتين بالنسبة لي مهمين أوي، أنا مش obsessed بالسلوك. آه. خالص، ماشي. باحب أسيب الطفل على راحته، في ناس ممكن تنتقدِك يعني تقول عليكِ أنتِ طبعًا. الولد هيطلع عليه الأدب أنا بالنسبة لي يعني أكيد في حاجات هنخلّي بالنا منها، بس أنا أهم حاجتين بالنسبة لي إن هو يتعلّم كويس، إمم. باشوف إن أنا التعليم أخدت بالي أنتِ بتركّزي في وسط التعليم. أوي، لإنه أنا شايفة إنه التعليم ده الحاجة الوحيدة اللي أنتِ ممكن تورّثيها لابنِك يحارب بيها الدنيا. صح.
يعني حتى لو ما اديتهوش ما سبتلوش فلوس او سبتي له تعليم، ممكن هو يجين بيه مستوى كويس. وبحس somehow التعليم الكويس بيربي. طبعا، ازاي؟ طبعا اكيد. و الحاجة التانية الحب. مم. انا احب قوي ان هو يتحب، وان انا اقول له ان انا بحبك طول الوقت، وان هو يقول ان هو بيحبني طول الوقت. انه يعبر بحس عن ده كمان. الطفل انا بشوف من وجهة نظري الطفل اللي بيعرف يعبر عن مشاعره، انت كده عملتي انجاز رهيب. صح. في اطفال، في بني ادمين كبار في سننا ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم. وعشان بيبقى مكبوت منها من هو صغير، يعني هي كلها بتيجي اه من البداية. فهو اصلا بيكبر مش فاهم هو شكل الحب ده عامل ازاي، شكل الحزن ده عامل ازاي، شكل ان انا احب حد عامل ازاي. عشان كده تلاقي ناس تقولك ده حد توكسيك، او ده حد مش عارف ايه، او صح. ده حد هو بيبقى عنده مشكلة في ده. ما اتعودش عليه من هو صغير. لأي مم. كان بقى، يعني لأي سبب كان. مم. فباشوف إنه أنا باحبه أوي، فأنا هاقول له إن أنا باحبك. يتدلّع بقى ما يتدلّعش، يتدلع طبعا. ما يتدلّع طبعا يعني. مفيش احلى من الدلع. انا بعشق كده. ده انا أيوه، فريد طول ما هو رايح باحبك أوي، I أيوه، love you، طبعًا. مامي بتموت فيك، آه. محمد يقعد يبُص اللي هو الحقيني مالِك يا هندسة، أيوه، لأ، 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 الأبّهات كلّهم كده على فكرة. طبعًا. لا عايزين الواد يطلع ناشف ويطلع، ما هو هيطلع هيطلع فكرة ناشف. هيطلع ناشف بس هيطلع حنين. لأ هيطلع هيطلع كمان بيعرف يعبّر عن، عارف شكل الحب ده عامل إزاي عشان ما يحصلّوش لخبطة. صح. في ناس بتكبر بيحصل لها وما لخبطة في أنواع بتبقاش عارفة الحب، مفهوم الحب أصلًا. فيبقى حد بيأذيكِ وأنتِ فاكرة ده حب. صح. فلأ، هو مش ده شكل الحب. ده صح. شكل الحب ده أنا باخده عادي من أمي ومن أبويا ومن إخواتي ومن عيلتي. لأ، وحب العيلة مهم. طبعًا. حب العيلة هو طبعًا. هو ده الأساس. ضهرِك أصلًا. فبتطلعي عندِك reference أصلًا، صح. ده أنا المفروض أتحب بالطريقة الفلانية. صح. عشان كده أنا لمّا بييجي لِك red flag من حد، لأ هو مش ده. أنا ما شُفتش ده في عيلتي أو ما شُفتش ده في حياتي مش ده. ده أنا لأ، مفهوم الحب حاجة تانية خالص. إمم. فأنا باشوف إن دول أهم حاجتين. قبل أمّا نبقى أمهات دايمًا بيبقى عندنا كده حاجات اللي هو أنا عمري ما هاعمل كذا، آه. أيوه. وبتلاقي نفسِك كل كل الحاجات اللي الحاجات بتعمليها هي اللي قُلتِ عليها عمري. إيه طبعًا. بقى الحاجات؟ كنت طول الوقت باقول أنا عمري ما هأكّل مصطفى من الشارع، وعمري ما هاخلّيه ياكل مش عارفة إيه ملوك الnuggets. والله ملوك الnuggets. أنت فين يا nuggets وأنا أشتريك. عادي جدًا. بطاطس محمّرة بقى عادي. ادّي في الأكل فهو برضه. بياكل، تحفة. تمام. في حاجة تانية؟ لأ هو الأكل اللي من برّه بس، أنا قعدت أقول لأ أنا عمري وهيبقى إيه ليّا ده أنا عمري على فكرة ما كنت عايزة آخُد قرار ما أكّلش من برّه. لأ، أنا كنت ده شايفة إن أنا أكل برّه ده إيه التلوث ده وليه ما ياكل كده. ده وبعدين أنا لقيت باتخانق مع مامتي، ماما عايزة أأكّله حتّة كنافة بالكريمة، يا بنتي حد يعمل كده في طفل عنده نِفْسي أدوّقها له بس. أنا عامةً أصل أنا باحب الأكل أوي، آه. فحاسة مش عايزة أحرمه منّي. أيوه، لأ ما تحرموش ب منّه. بس هو بس يعني مع الوقت هو هتلاقي صغير نفسِك أوي على الكنافة ما هو بالكريمة. طبعًا صغير على الكنافة بالكريمة. أنتِ أكلتها. برضه مجنونة، أنا يعني برضه في فرق. دماغي في فرق من اللي أنا باقوله، يعني أنا باقول ده وهو nuggets عنده بقى، 5 فراخ سنين. في الآخر. أيوه. يعني الفراخ بتنزل تحت بند البروتين، إنما الكنافة بالكريمة ليه هو نفسة. إيه اللي كنافة بالكريمة؟ يالّا أكّلتها له عدِّت على خير. تلبُّك الدنيا. آه. إسهال. جاله تلبُّك يا وإسهال. حبيبي أنا فريد دمّرته في البرنامج هنا يعني ما فيش قصة مقرفة ما حكيتهاش عليه. ذكرياته كلّها موجودة في والله البرنامج. العظيم. عمرِك فكّرتِ تمثّلي له مشهد وهو بيعيّط عشان يسكت، عملتِ أي حاجة؟ بتعملي ساعات كده؟ مش بامثّل له مشهد بالمعنى ده، بس أنا وهو بنحب الcharacters أوي. ماشي. فممكن هو يقول لي كمان، هو عنده imagination واسعة، فبيقعد يقول لي بُصّي أنتِ، بيحب أوي كمان يقلب الأدوار، أنتِ صاصة وأنا ماما. أنا باحب أوي بقى الفقرة دي، لا. تخيّلي جدًا، ها. علشان باشوف إن هو شايفني إزاي. لأ ده أنا هاعمل معاكِ الفقرة دي كمان شوية، دي تحفة. تحفة. فبابقى مبسوطة أوي أشوف إن هو يعني هو شايفني أنا باعامله إزاي. آه. يا فاهمة؟ حبيبي بقى، فبيبقى لذيذ أوي. بتغني له إيه غير الواد الحلو لأ صوصو؟ الواد الحلو صاصة طول الوقت. لأ. ابتدت لحد معاكم دلوقتي. إمتى؟ من ساعة ما اتولد. من أول ألفتيها له. كان بيرضع وبعدين كان عنده أيام، فقالوا لي لازم تعملي كده عشان يتكرّع وبتاع
فانا قعدت فلقيت نفسي قال اديها لي والنبي والنبي قال لي اديها لي. لا هو زي اللي شفتيها بالظبط في المسلسل، الواد الحلو الصاصه من هو والواد صغير. الكتموس. لا هقول لك دي كان يا قلبي وحياتي اول واحده يا الفها قلبي له وحي خالص، دي اول واحده خالص. ها. وبعدين كل مدى بنزود في الكوبليه لحد ما لحد هتبقى ما هو كبر، اتفاجئت بيه في مره وهو بيتعلم الكلام ان هو بيرد عليا، طبعا. فقسمناها بقى وبقت هو خلاص. كوبليه وهو كوبليه. وساعات بيطلبها تغنيها له. هو بييجي يقول لي يعني فجأة. بيدوس على الزرار. طب بقول لك ايه، هلعب معاكي اللعبه اللي صاصا بيلعبها معاكي، وهطلب منك تقلديه في حاجات، وهو ماشي. مقموص وزعلان بيعمل ازاي؟ هو يا لهوي والنبي والنبي. صدقوني هنكسر كل الحاجات. لا مصطفى صوته عالي قوي وهو زعلان. قال- انا قلت لا وبعد انا قلت بعد 30 انا قلت لا، نفضل ساكتين ساكتين ساكتين. بحبك قوي يا يا حبيبي يا حبيبي. يا عم شكرا. بكمل اول ما من 3 ساعات ليه بحبك يا ماما. شكرا يا مامي شكرا شكرا ده انت جميل جدا. فهو بيحب لما يتصالح كمان، طب ماشي، لو فرحان ومبسوط بيعمل ايه؟ بيعمل كده من غير اي كلمه. انبهار. واو ده فرحته لما اعرف كده ان هو حبيبي. كده في التوب. طب لو عاوز حاجه وانت رافضاها هيقول لك ايه؟ بيقعد يقلد في كرتون كده بيتفرج عليه، فبيقعد يقلده بليز يا مامي بليز، فبيقلده وهو فاكر ان هو لما يقلده فانا هقول له حاضر زي ما بيحصل في الكرتون. ايوه. فبيتفاجئ على ارض الواقع ان ده ما بيحصلش. لما بيشتكي لك من حد اه بيعمل ايه؟ لما بيشتكي من حد مامي انا عايز احكي لك كارثه. هو بيحب كلمه كارثه دي، انا بتضحكني جدا. انا عايزه احكي لك كارثه، فاقول له مثلا ايه، لا في مثلا واحد معاه في الباص مثلا عمل شقاوه، يقول لي فلان عمل شقاوه كبيره وانا كنت مؤدب جدا في الباص. قلت له برافو عليك. بيفتن ساعات. بيحكي لي كل حاجه، ايه احكي لي والنبي. كل حاجه. يا سلام. بيحكي لي كل حاجه عن اي حد في اي حته. طب بتعملي ايه بقى مع اصحابه في المدرسه؟ بصي وهل بتغيري عليه؟ بغير عليه ليه؟ عامه. لا خالص. بجد؟ انا بقول لك انا السلوك ده اه ما بدقش يعني عليه. ما بتبقيش اللي هو بيحب حد بزياده، مرتبط بحد يا ريت يحب حد بزياده فاهماكي. وحد يتحب، يا هو يتحب فهو يحب برضه، ما عنديش مشكله. بقيتي بتخافي عليه اكتر كل ما بيكبر ولا الخوف قل؟ لا بيزيد طبعا. يا سلام. لو طول اقفل عليه كده واحميه من كل الحاجات اعمل كده طبعا. ايه اكتر حاجه بتعملوها مع بعض بتتبسطي وانتوا بتعملوها؟ الطبخ. لا لو بيطبخ وقفنا في معاكي؟ المطبخ سوا. بي بيحب يحفرط كده ويعمل مسلي. ايه اكتر مثلا اكله بتحبوا تعملوها او هو بينجوي؟ بينجوي قوي الفقره بتاعه ان هو نقلي بيضه. ليه؟ علشان بيكسر البيضه، يا حبيبي فبحب اللحظه دي يكسر البيضه يروح يا حبيب قلبي هاجي معاك والنبي، هاتيهولي اخليه يكسر كرتونه بيض. فهو وبيبقى هو اللي عايز يعمل يعني عايز يقلي البيضه دي وعايز ياكلها. لو هو ياكلها هو لازم يعملها. في اي حاجه لو رجع بيكي الزمن لاول ما ولدتيها تغيريها في تربيتك ليه؟ ايه ان انا في بعض الاحيان كنت عصبيه طبعا. كان نفسي اقلل عصبيتي تعرف انا كده كمان كتير. بقيت عصبيه قوي بالذات السنه دي. العصبيه بتاثر على الطفل، هو بيكتسب هذا السلوك. يعني بيكتسب سلوك العصبيه واللي هو مش صح، فبتاخدي بقى عشان تصلحيه بتاخدي وقت. وعلى فكره وبتبتدي من نفسك، انت لازم تهدي نفسك طبعا. فانت لما هتهدي نفسك هو هيهدى، فاهمه؟ عشان كده بتاخدي وقت لما بتصلحيه. لو سالتك ايه الفرق بين رحمه قبل ورحمه بعد الامومه في كلمتين هتقولي ايه؟ والله مش هقول حاجه جديده بس بقيت اهدى. بقيت اهدى. هل اختيارك لادوارك دايما بتكوني حاطه صاصه في وشك دايما كده شايفه؟ ليه هو ماله؟ هو ايه الصداع بجد؟ هو في كل لأ. حاجه حلوين. بجد؟ حاسه ان انت تبقي اللي هو طب ايه هيبقى عامل ايه، رايه ايه، مش عارف ايه، ولا رايي مش ايه، بس فارقلي. سيبونا في حالنا. حلو عني. مش رضعت وكبرت ودخلت احكي لي والنبي المدرسه. بيعمل ايه في اللوكيشن وعمل ايه في 80 باكو؟ 80 باكو ده كان شقي موت. ارجوكي تحكي لي، لان انا
اتفاجئت يعني، كل فاهمه الناس قصدي؟ اتفاجئت، كل الناس اتفاجئت. وانت بتمثلي وهو معاكي لا كان الموضوع صعب أوي. كله احكي لي بقى والنبي. بُصّي، أنتِ أصلًا هو بيقول لِك كده شُغلانة الأمومة دي شُغلانة مش بتبطّليها 24 hours أنتِ شغّالة في هذه الدوامة، سواء أنتِ بقى في شغلِك أو تتخيّلي بقى أنتِ وأنتِ في شغلِك وشغّالة ممثلة وشغّالة أم، كارثة سودا. لأ ده كل حاجة، ده أم وممثلة آه، وmanager بقى بتاعته كل وهتاكل حاجة إيه وإيه طب وكان وهتقولي بيعمل إيه، كان شاطر؟ كان شطّور معايا عشان يعني في جُمل كُنّا ساعات بنحتاج إن هو يقولها درامية يعني، وساعات كتير 90% من اللي كان بيحصل ودي شطارة المُخرجة يعني، إن هي كانت بتسيب مصطفى في المشهد وإحنا بنركّب عليه، بنرتجل عليه، يا يعني سلام! 3/4 المشاهد بتاعة مصطفى دي ارتجالية، لأ، كانت one shot وارتجالية، آه والله. و بس دي شطارة مخرجة فعلًا. فطلعت طبيعية، أول حاجة طلعت طبعًا. طبيعية أوي، وطلعت لذيذة، وركّبنا عليه يعني إحنا بقينا نركّب عليها، بالذات كمان لو دنيا موجودة، دنيا موجودة بتجنن مصطفى بيعملوا إيه مبدئيًا، مع بعض والنبي؟ دنيا عسل، دنيا لمّا بتيجي لي البيت عسل. أنا باترعب من اللي هيحصل، يا البيت لهوي! بيتدغدغ. بيعملوا إيه والنبي؟ بيتجننوا، هو إيه عارفة الزرار بتاعه، فبتدخل إيه، تنكشه إيه، ده إيه؟ أول حاجة بيقعدوا يجروا ورا بعض، فبيجروا ورا بعض بعنف، وبعدين بيمسكوا بعض على الكنبة يحدفوا بعض لأ، لأ، يعني بتلعب معاه لعب الولاد. فمشاهدهم الارتجالية كانت تحفة. كانت كلّها one shot كانت كلّها حقيقية. لأ وهو خطير. هتحبي إن هو يمثل؟ أحب يعمل الحاجة اللي هو بيحبها، آه. حَب بقى التمثيل، حَب بس أنتِ من جواكِ عايزة الطبخ، والله أنا لأ بجد، بجد من جوايا عايزاه يعمل الحاجة اللي هو بيحبها عشان يبقى وشغوف مبسوط. بيها. أنا في حياتي طول عمري عملت الحاجات كلّها اللي أنا شغوفة بيها، عمري ما اتجبرت إن أنا أعمل حاجة ما باحبهاش، فأنا نِفْسي كمان هو يطلع كده. رحمة قبل ما أختم معاكِ هاطلب منِّك طلب، إيه بقى؟ لو صاصة هيشوف الinterview ده لمّا يكبر، هتخلّيني أعيط هتقولي له ليه إيه؟ بقى؟ أنا باقول لِك أنا سألوني السؤال ده برضه لأ أنا هاعيط، الحاجة دي تخلّيني أيوه أنا أعيط كمان هتلاقيني موت. باعيط في الbackground. لأ، تبُصّي له في الكاميرا دي وتقولي له حاجة. لأ هاعيط لأ، موت. لأ. إيه ده ما جاش في بالي إن هو يشوف بيو يا عيني يا ابني أنا أصلًا شعبطة بُصّي وحكيت على البوتي تريننج والناس كلها عرفت إن أنت عملت بيبي في كل حتة. هتقولي له إيه؟ هاقول له إيه، هاقول له الحاجة اللي أنا دايمًا باقولها له، إن أنا على طول في ضهرك، وإنه أنا باحبك حُب أيًا كان الشخص اللي أنت ممكن تقابله في حياتك، مستحيل هيحبك نُص الحُب اللي أنا باحبه لك. شكرًا أوي يا رحمة، ميرسي يا روحي. نورتينا، يا نعيّط لهوي! بعد أنا السؤال ده مبهدلني، هافضل بقى طول الطريق عمّالة أفكّر فيه. نسمي الله يا اساتذه. 3، 2، 1 اكشن. هاموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم أوي يا دكتور. عايزة جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظرة. والله الذاكرة بترجع أهي واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. الأمومة مش سهلة. يا رب تستفادوا منها لا بص طب عايز اخدها وان شوت. مسؤولية كبيرة أوي بتبقى فجأة مش عاجبني. طب ماشي، بسم الله آخر مرة إن شاء الله. هادية بقى عشان هتموتني. هنقلب بقى، أنا بصي لا هاعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. انت يا لينا يا بطاوي. يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا. بحبكم أوي. لاف يو يا لينا.